الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم كنتمنى من الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا يشتركوا ويفعلوا زر الاشتراك باش ان شاء الله اي فيديو يوصلهم هما الاولين. وشكرا لكم. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو عبارة عن نصائح وحيل كيفاش يمكننا نقتصدو في الغاز ديال البوطة، وكيفاش يمكننا هاد القنينة ديال الغاز تدوم معنا مدة طويلة. اول حاجه غنبداو بها هي بالنسبه للبوطه بنفسها، هي ان اول حاجه بعد الخطرات بحال هكا كتقاد لنا البوطه دغيا ما تندوز بها واحد جوج سيمانات كتلقى تيبان لك هذاك البوطه تشعليها كتبان لك البوطه والو باش تشعل وتيتسحب كنتي التقادات وتتبقاي تتصيفطي عليها. وفي الحقيقه ان البوطه الغاز ديالها هي تجمد. الطريقه كيفاش يمكننا نعالجو هذا المشكل وانك تشدي البوطه كديها في بانيو كبير وكتكبي عليها الماء الطيب صافي في البلاصه البوطه ديالك تتسرح والغاز ديالك يخدم عادي تيولي جاهي وصافي. حيت هذا المشكل سببه داك مع البرد وداك الشيء والاستعمال المتكرر هذاك الغاز تيجمد لنا في القنينه ديال الغاز. بالنسبه للحيله الثانيه والنصيحه بالنسبه لهذوك الريوس ديال البوطه، غالبا البوطه اقل حاجه تيكونوا فيها 3 ديال الرؤوس، تيكون داك الصغيور كاع والوسطاني والكبير. الا بغيتي تقتصدي على البوطه ديالك بالنسبه للاتاي ولا الطاجين وداكشي تستعمليهم ديما تستعمليهم في هذاك غاز صغير. ديما كتحرصي على الا بغيتي تشحري اتاي تديه في سميتو في غاز صغير. وبالنسبه للطاجين الا بغيتي دغيا هذا يطيب عندك الطاجين وما يديرش مده طويله، هي انك ديه في هذيك الغاز الصغير وتستعملي الماء السخون ما ديش الماء بارد. علاش؟ حيت ملي كتستعملي الماء بارد هذيك اللحم ديالك والخضره كيتكنزو ما تيطيبوش دغيا. ديما ان شاء الله الا بغينا نستعملو الطاجين نديرو ليه الماء السخون وتديه في هذاك الراس الصغير صافي وكتخليها تيطيب لك دغيا. علاش؟ حيت دابا حنايا الاكثريه كان في المنظور ديالنا ان باش ما كثرتي الغاز باش ما تولي تيطيب لك هكا بسرعه، وهي فكره غلطه. علاش؟ حيت ملي كتستعملي هذاك الغاز الكبير تشتت ديك العافيه، وإلا استعملتي غاز صغير كتكون هذيك العافيه مجموعه وبالعكس الماكله ديالك ولا حاجه اللي بغيتي طيبي كطيب لك مده اقل. هذا بالنسبه للفورنو ديالنا. وبالنسبه للمقراش كدير حتى هو في هذاك الوسطاني ونحاولوا ما امكن نتفاداو هذاك الغاز الكبير حيت هو السبب الرئيسي اللي كيتسبب لنا في ضياع الغاز والبوطه ديالنا ما كدومش لينا مده طويله. ونحرصوا ديما على الريوس ديالنا يكونوا مسرحين، ديما نتفقدوهم ونشوفوا واش مسرحين، حيت حتى الا كانت البوطه مخلوقه عندنا دوك الريوس راه ما تيضيع داك الغاز وكتبدا العافيه ديالنا كتشتت وما تبقاش زرقاء وداك الشيء. هذه بالنسبه للفورنو. حاجه اخرى بالنسبه للبوطه ديالنا نحاول يكون عندنا داك الروتين وقت ما بغينا نعموها نشوفوا الجلده. الا لقينا ديما الا بغينا نعمو البوطه ديالنا نبدلو الجلده. علاش؟ حيت حتى هذاك الجلده الا ما بديناش تنبدلوها مره راه تتحبس لنا داك الغاز وكيضيع. ودابا ندوزو النصائح كيفاش يمكننا نستعملوا الغاز هكا باقتصاد. اول حاجه بالنسبه ملي كنديو هكا اتاي ديالنا وكنخليوه بحال هكا مده وخصوصا مع البرد تيبرد لينا، اش غنديرو؟ نشدو داك البراد ديالنا منين يلاه نطيبوه وحنا مازال ما بغيناش نشربوه نلويوه بحال هكا في شي فوطه هكا فوطه راه تيدوم لنا ديك السخونيه كدوم مده اطول من الا خليتيه هكا تيبقى تيدخل البرد من ديك الفواه ديالو. تاني حاجه بالنسبه هذا الا كنا بغينا نسلقوا شي بيض ولا شي حاجه نحاولوا نحطوا من فوق ديك الكاسرونه ولا داكشي نحطوا الماء هذا المقاش ديالنا منها البيض ديالنا طيب ومنها الماء حتى هو تيسخننا في المقاش ما كنضيعوش. وبالنسبه للوصفه الاخرى هي منين كنبداو تنستعملوا دوك سميتهم الا بغينا نستعملوا نصوبوا ديك الجرده ولا ديك الخضره الشلاضه اللي تندوها تنستعملوا فيها الخضره متنوعه
الغالبيه ديال الناس اش تيديروا تيمشيو تيشدوا دوك سميتهم دوك الريوس كاملين كتلقيها حاطه بطاطا في راس وهذا وخزو في راس لاخر سميتها كتستعمل كاع ريوس ديال الفورنو، وهذا خطا. نشدو اش غنديرو، نشدو برمه وحده، نشدو لتحت ديال البرمه نديرو فيه الرز ديالنا ياك، وبالنسبه للكاس نحطوه من الفوق ونديرو فيه الخضره، كل نوع ديال الخضره نديروه في جنب. وبالنسبه للبابا نشدوها نقسموها على 4 هذا ونديروها في ميكا، حيت كنعرفوا ان البابا كتطلق لنا داك اللون الاحمر ديالها. وحاجه اخرى اللي كتساعدنا باش نقتصدوا على البوطه هي اننا منين كان بحال هكا تيشد عنا الماء السخون تيبقى في المقاش، نشدو نديروه في شي طرموس هكا نبللو به هذه المرقه كما قلت لكم ولا شي حاجه، حيت باش ما درتي اللحم ولا الدجاج درتي ليها الماء السخون راه تتنقص لك المده ديال الطهي. وهذا بالنسبه للخضره. ندوزو دابا كيفاش نقتصدوا على اسمو. الحاجه الاخرى هي نحاولوا ديما الا بينا نطيبوا نقللوا المده ديال الماء، حيت باش ما كثرتي الماء باش ما المده ديال الطهي كتبقاي تتسني داك الماء ينشف وفي نفس الوقت تضيع عليك الغاز. والطيله بحال هكا طيبتي شي مطلوعه، المطلوع ولا المسمن، المطلوع على الاخر بحال هكا كتكون المقله ديالك سخونه تحاولي بحال هكا الا تنفخات لك تطفي البوطه ديالك وهذيك السخونيه ديال المقله هي اللي تتكمل ديك المطلوعه الطياب ديالها. وبالنسبه لهذا بالنسبه للماكله ديالنا نحاولوا ديما اكثر نستعملوا داك طنجات الضغط او الكوكوت، حيت كنعرفوا انها تتنقص لنا المده تاعها ديال الطهي، ونحاولوا ديما البوطه ديالنا نقصوها. وبالنسبه للفران الا بينا نقتصدوا في الفران ديما الا بينا نطيبوا الخبز نديروا شي كيكه ولا شي حاجه هو الاول نسبقوها، حيت علاش الفران كنعرفوا ان الخبز خصك هو الاول دوك المخبوزات بحال الشنيك ولا كرواسون ولا اي كرواسون بحال هكا كيحتاج ان الفران يكون سخون بزاف. حناش غنديروا بحال هكا الا عجنتي الا بغيتي طيبي الخبز ديالك هو الاول تخوضي ديك الكيكه ديالك وكديرها في الفران ديالك وكتقصليها، منها كيسخن الفران ديالك ومنها كتستغلي ديك الكيكه ديالك وكتطيب الكيكه هو الاول حتى تجي الفران حتى تجي الخبز ديالك. وبالنسبه للخبز كتحاولي ديما الخبز تدي شي 2 المرات تعجني في السيمانه منها وكديه في الفريغو، منها تتقتصدي في البوطه ديال الفران وطيطيب الخبز بخطره. ماشي كل نهار داك الطياب ديال الخبز راه تيدي سميتو تيدي الغاز. وحتى بالنسبه لهاديك الا عندك الا بغيتي تصاوبي زعلوك وقت ما درتي الخبز يطيب تستغلي تشدي ديك مطيشه فلفله الدنجال وداكشي كتحطيهم مع الصينيه هكا وتدهنيهم بالزيت وكتخليهم يتشووا في الفران، منها الخبز ديالك طيب ومنها ديك السخونيه ما كتضيعش كتجي فيها سميتها. وبالنسبه البابا اللي كتشد لك مده هي مده في الطهي، بدل ما تبقاي كل نهار تبداي تسلقيها كتشدي كميه كبيره ديال بحال كل عندك كثيرات البابا كتشديها وتسدي عليها في الكوكوت ديالك وكتشتيها تحتفظي عليها. الا بغيتي تحتفظي عليها في الثلاجه كتخليها بالماء ديالها، بغيتي تحتفظي عليها في الفريغو في الفريغو كتشديها وتصفيها وديريها في الميكات وكل نهار كتجبدي وانت اقتصدتي في سميتها في هذا في الغاز ديالك. و بالنسبه للناس اللي كتقاد اليوم البوطه ديال الشوفو وفي البلاصه كيشدوها وتيصيفطوا لها لعند المول الحانوت وكيعموها، هذا راه غلط. علاش؟ حيت هذيك البوطه راه تيكون باقي فيها الغاز، حيت حنا كنعرفوا ان الشوفو تيبغي غاز بكميه كبيره، داكشي علاش اين فوا تيقلال هذيك الغاز اللي كاين عندنا في القنينه ديال او البوطه صافي تيتوقف ما تيبغيش باقي يخدم. داكشي علاش نكونوا ديما تكون فينا عاده وقت ما حيدنا الشوفو وقت ما بان لينا هذه البوطه ديال الشوفو سالات دوزوها هو الاول الفورنو تخدم 1 يومين، عاد من بعد منين تسالى لنا عاد نصيفطوا ليها في الحانوت. تقريبا هادشي كامل اللي كاين قلتو لكم. المهم كنتمنى النصائح ديال اليوم ينالوا الاستحسان ديالكم ويعجبوكم، وكنتمنى هكا دعموني باللايك ديالكم وشي تعليقات هكا وتهلاو في راسكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.